تعالوا بقى نعمل بوك مارك شكله حلو قوي وسهل جدا هيعجبكم. انا استخدمت ورق مطبوع، ممكن تستخدموا ورق ساده او ملون. قصيت منه الجزء اللي هشتغل بيه، تنيت 1 سنتي من الحرف ده. بعد كده هتني الورقه كلها بالنص والواحد سنتي متني زي ما هو. بعد كده هنحتاج مربع صغير من الورق، بتنيه بالنص كده واقصه على شكل نص قلب، ولما نفرده هيبقى بالشكل ده. نجيب بقى الورقه دي وناخد عليها شكل القلب كده. بعدين بعمل فتحات في نص القلب كده عشان اقدر ادخل المقص واقص القلب من جوه من غير ما اضطر اقص حرف الورقه. وفي قطعات جاهزه ممكن تعمل كده من غير كل الخطوات دي. كده الجزء ده بقى جاهز. هنحتاج فايل شفاف من المكتبه، نقص منه حته صغيره كده على قد القلب. محتاجين بقى نقفلها من الاطراف. انا وريتكم قبل كده ان انا بقفلها بالمكوه، وكمان ممكن نقفلها بالولاعه كده بتتقفل كويس. المهم تضغطوا عليها بعد ما تشغلوا عليها الولاعه، ونسيب جنب واحد مفتوح عشان نحط منه الاشكال دي. بعد كده بقفله بنفس الطريقه. ودلوقتي هنحتاج الورقه ودبل فيس او شمع. بنفتحها كده ونحط الدبل فيس على الحرف اللي احنا كنا تانيينه في الاول خالص، ونفرده كده بقى ونحط دبل فيس حوالين القلب من جميع الجهات. وبعدين نلزق البتاع ده. بعدين نشيل الدبل فيس اللي على 1 سنتي ده ونتني الورقه على بعض ونلزقها. بصوا شكلها حلو من غير حاجه، وعشان انا نسيت احط دبل فيس من فوق ومن تحت فاضطريت ان انا الزقها بعد ما قفلتها بالغيره كده. بعد كده عملت فتحه بالخرامه، وكنت عامله الشراشيب دي. هسيب لكم الفيديو بتاعها في الكومنتس. وندخلها بالشكل ده كده جوه بعض عشان نثبتها. انا بحب ادخلها مرتين جوه بعض عشان تثبت اكتر. وده كده شكلها النهائي، بجد تحفه شيك قوي وسهله جدا، جربوها.